عليكم ورحمة الله المتابعين الأعزاء. اليوم 22 رمضان، ومن هنا هذه المناسبة الشهر الكريم مبارك عليكم، وجعلنا يعني من المقبول طاعاتهم وعباداتهم يا رب العالمين إن شاء الله. الجو طبعا يحدثكم عن نفسه ما شاء الله تبارك الرحمن، وجو تحفيزي خلانا نحن اليوم ننتقل إلى نفطر برا إن شاء الله بإذن الله تعالى. اللي أعرفه على نفسي طبعا زي السوداني، ده زي السوداني. اليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى بنتوجه نفطر في إسبايك إن شاء الله. بتشوفوا معانا. تحية ومحبة إلى المنتقى لحد ما نصل هنا. تحية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة المستمعين متابعين الأعزاء، يا أخي معكم عمران عبد الله ولقناة اليوم في فلوق جديد إن شاء الله متوجهين. واليوم طبعا 22 رمضان، وبهذه المناسبة أبارك لكم الشهر الكريم الشهر الفضيل. جعلنا الله وإياكم إن شاء الله من المرحومين برحمته والمشمولين بقبول طاعاتنا وعباداتنا إن شاء الله، والمعتوقين من النار يا رب العالمين. وكان رمضان وذكريات رمضان وتفاصيل رمضان لأي شخص يكتب لي هنا في صندوق التعليق كيف رمضان عندك وكيف تجربة رمضان السنة دي إن شاء الله. نسأل الله إنه كلكم مستمتعين متجمعين مع أهاليكم وأحبائكم إن شاء الله. اليوم الجو طبعا زي ما شايفين، ويحدثكم الجو عن نفسه. قررنا إنه أو زي ما قرر الجو إنه يخلينا نطلع برا إن شاء الله، أو خارج. الإفطار حيكون خارج البيت إن شاء الله. حنتوجه إلى السمامة ناخذ إفطار بوكس في مطعم هناك جميل، وحنشوفه إن شاء الله بإذن الله تعالى. ومنها بنتجه إلى منطقة الأجمل والأروع بالنسبة لي أنا حقيقة، بحس فيها براحة نفسية، وهي إن شاء الله بإذن الله تعالى هي إسباير زون إن شاء الله تعالى. ونتوجه ونشوف إن شاء الله. تحياتي. متوجهين إن شاء الله اليوم. بتشوفوا معانا ان شاء الله. اليوم قررنا انه بما انه الجو جميل والجو حلو هنفطر برا باذن الله تعالى. زي ما شايفين الاجواء الجميله، الاجواء الحلوه. وحننتقل ان شاء الله لانه نكب بترول او نصب بترول للسياره، عشان البترول زي ما شايفين عندنا كله زي ما قال واضح. وان شاء الله ما بنخفي عليكم حاجه من هذا الفلوك الجميل. وهذه مدينة الوكرة في قبيل ساعة الإفطار. احنا الآن بنتكلم على الساعة 44 دقيقة، والإفطار هنا بيكون عندنا الساعة 5 و 50 دقيقة اليوم أفتكر أو أتوقع حاجة زي بالشكل ده. المهم أراون يعني الوقت ده. فزي ما شايفين يا سلام شوية. طبعا رمضان خلاص في أواخره، ونسأل الله إنه يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب العالمين. كان ضيف يعني خفيف الظل، ضيف يعني كان عزيز علينا، وضيف كان يعني صراحة يعني استمتعنا به شديد والله. كنا ودنا انه يطول معانا اكثر، لكن هذه سنة الحياة. وان شاء الله يعني ما تنسوا انه الايام دي يعني احنا في العشر الاواخر، العشرة العتق من النار، ولازم تتضرعوا فيها لله او للمولى عز وجل بانه تتقربوا بالطاعات، وربنا ان شاء الله يستجيب كل دعواتنا ودعواتكم باذن الله. وهنا متوجهين للبترول ستيشن ان شاء الله. بنصب بترول ومنها نمشي ناخذ الافطار باذن الله تعالى. اتمنى انتم تكونوا يا اخي مبسوطين وسعيدين في الايام الجميله دي، واحنا يعني بنحاول او بنودع شهر عظيم وشهر كريم كان علينا. بنخش في سنن العيد، وانتم عارفين انه العيد ليه وما عليه، وان شاء الله يعني عيد الفرحه. ولازم احنا نتمنى انه كلكم تكونوا مبسوطين وفرحانين. ويعني لازم في سنن من سنن العيد انه ان شاء الله نكون مسؤولين
وفرحين. وهنا ده دي محطة مترو الوكرة للناس برضو. هنا طبعا من المحطات الجميلة اللي تم إنشاء أفتكر 2018 يعني تم افتتاحها، وكانت يعني بتصل كل مدينة يعني أو دولة قطر يعني فيما بينه، ومعروف يعني هو بيقلل الازدحام وكده. هنا ماشيين احنا محطة البترول، وبعدها ان شاء الله باذن الله تعالى نتوجه لمدينة الثمامة. طبعا هنا في اواخر مدينة الوكرة، وهنا منتجه الصمام باذن الله تعالى. نشوفكم ان شاء الله والحمد لله. الان خلصنا من تعبئة السيارة بالوقود او البترول، متوجهين للسمامة ان شاء الله تعالى. بالله عليك شوف الجو وروعة وجمال هذه الأجواء الرمضانية وساعات قبيل الإفطار. زي ما كلمتكم قبل إنه هي دي محطة الوكرة أو آخر محطة في اتجاه الجنوب، في اتجاه مدينة الوكرة حقت البترول ستيشن. لا اتجاهين طبعا، ده الاتجاه الغربي وده الاتجاه الشرقي اللي هو أو البوابات الشرقية يعني. وإن شاء الله نتكلم شوية عن إنه العشر الأواخر هي زي ما تكلمت هي العشرة العتق من النار، ودي فيها لازم تكسر فيها العبادات والطاعات بإذن الله ربنا إن شاء الله. وينزل فيها ليلة خير من 1000 شهر، هي ليلة القدر زي ما احنا عارفين. ونسأل الله إنه يبلغنا ليلة القدر إن شاء الله ويجعلنا من المحظوظين إن شاء الله بها. وربنا إن شاء الله يسعدكم، وربنا إن شاء الله يسعد كل المسلمين ويصلح حال كل العباد في الدنيا. وطبعا دار الدنيا هي الدار الفانية معروف، والدار الآخرة هي الدار الباقية. نسأل الله إنه يجعلنا من الذين يعني يحبون فعل الخير والطاعات يعني إن شاء الله رب العالمين. أنا حضطر أستأذنكم شوية لأنه عندنا هناك كاميرا حقت الجوال، وطبعا بحاول أنه أنا ألتزم بالقوانين بالرغم أنه الآن نتكلم شوية عن الزي السوداني اللي بيسموها الجلابية والطاقية، وبتلبس طبعا أو سروال طويل طبعا بنسميها الجلابية والسروال والطاقية. التراث السوداني أو اللبسة الشعبية القومية متعارف عندنا في السودان. وورونا ثقافاتكم كلكم إن شاء الله في التعليقات، نتشرف بكل معرفتها إن شاء الله. يعني أعتز بتراثي وبكل أحترم كل التراثات الأخرى يعني. إحنا الآن بنقادر شايفين المصهر بتاع المترو، يا سلام لو حاجة مالية جميلة. وإحنا الآن يعني دي أول إشارة اللي جاية إن شاء الله هي آخر إشارة في تفصل ما بين مدينة الوكرة. وهنا دي بنخش على مدينة الصمام إن شاء الله تعالى. خليكم معانا استمتعوا. دي اسمها محطة الفريزون أو المنطقة الحرة. هنا متوجهين، دي الإشارة أو السيجنال الجرافيك اللي بتفصل ما بين آخر نهايات الوكرة اللي هي المدينة الجنوبية، وبنتجه إلى مدينة الصمامة برضو من أروع المدن وأهدأها يعني هنا في قطر، وتعتبر تتميز بأنه وسطية قريبة من الداون تاون أو مركز المدينة. وهنا طبعا دولة قطر دولة ما شاء الله يعني زي ما هي بتعرف عن نفسها دولة حيث التطور وحيث المحافظة على الموروث الثقافي والحضارة العربية الإسلامية. ونشوف اعتزاز زي ما شفنا الاعتزاز لكل العرب والمسلمين في تمثل كان في كأس العالم، إنه طبقت
يعني القوانين الإسلامية مع احترام كل العادات الثانية، لكن دي كانت مفخرة بالنسبة لنا نحن، ونشكر فيها كل الناس اللي قايمين بهذا العمل اللي كان أجمل ما يكون وأروع ما يكون تسطر في هذه الدولة الجميلة الطموحة. أنا حقيقة يعني بكين لكل الشعب القطري المحبة والمودة، وتعتبر منزلي الثاني وبيت لساني إن شاء الله. إحنا الآن قادرين إلى مدينة الثمامة بإذن الله تعالى. هنا دخلنا في مدينة الثمامة، نشوف هنا المترو ستيشن، وهذا طبعا يشارككم بعض اللحظات والفقرات هنا في بدايات مدينة الثمامة. زي ما تكلمنا عن مدينة الثمامة من المدن الهادئة اللي هي يعني فيها السكون والطمأنينة، وهي طبعا يعني معروف عالميا دولة قطر من أأمن الدول في العالم. نسأل الله إنه يعني يديم عليهم نعمة هذه النعمة اللي بجد يعاني منها الكثير في العالم، حتى الدول الأوروبية اللي يشاد عليها بالبنان ويشاد عليها بالتطور. نسأل الله إنه يديم عليهم الأمن والاستقرار والتطور والمحبة. حقيقة يستاهلوا إخوتنا وأعزائنا في دولة قطر. نشكر من هنا أمير الدولة المفدى على هذا يعني التطور وهذه الرؤية. لو تتذكروا قبل الناس المتابعة جدا إنه أنا قلت لكم اليوم إن شاء الله بنجرب إفطار بوكس، ودي من مطعم اسمه عالم الشاي او التي وور، وسلسله بتاعت مطاعم بالمناسبه متواجده في معظم دول الخليج. وانا صراحه ده من محبب لي انا، ونسال الله انه يتقبل الصيام والطاعه. فبنشوف ان شاء الله حتى بعدين ان شاء الله بنشوف محتويات البوكس باذن الله تعالى. احنا على مقرب منه. أنا أصلاً عملتها. I already ordered two iftar box. I already ordered two iftar box. Yeah. كارت. Yeah. ده المطعم يا جماعة. من أكثر المطاعم أنا بحبها حقيقة يعني، اسمه عالم الشاي تي وور. وده ما إعلان لكن يعني يستاهل الإشادة. وده إيه بس عليكم إن شاء الله. ده اسمه يسمى بالشارع التجاري، فيه مجموعة كبيرة من وصل الإفطار بوكس. يا سلام. وهنا بعد ما خدينا الإفطار بوكس متوجهين إن شاء الله إسباير. الآن زي ما شايفين الساعة 5:01 والإفطار فضل له يعني أقل من ساعة أو أقل من ساعة يعني إن شاء الله. متوجهين بإذن الله وحفظه ورعايته بإذن الله تعالى. طبعا بيكون دائما معروف في كل يعني الأوقات كل البلدان العربية الإسلامية إنه قبل الإفطار بيكون في اكتظاظ وزحمة، لكن إن شاء الله بإذن الله بنصل إن شاء الله. زي ما شايفين هنا في زحمة، كل العربات أو السيارات قاعدة تجي هنا التي وور، المطعم المفضل بالنسبة لي شخصيا يعني. وزي ما قبل كنت بحاول أتكلم إنه الشارع ده يسمى بالشارع التجاري. هنا طبعا ده شكل الشوارع. أشكرك شكرا. شكل الشوارع في بيكون دائما الشارع التجاري عبارة عن زي مركز مجاورة، بيكون فيه مطاعم وفيه بقالات وفيه
أماكن صيانة أو سيرفر للسيارات، وبعض الصيدليات والبقالات الصغيرة والمولات، ما شاء الله زي ما شايفين نحن مكان جميل. متوجهين إن شاء الله لإسباير وبنشوف بإذن الله تعالى. خليكم معنا عبادي إن شاء الله. متوجهين بس قاعدين نغيب منكم مرة والثانية عشان يعني الواحد بيلتزم بقوانين المرور برضو، رغم انه ما قدرنا نبالغ فيها. الطرق يا سلام زي ما شايفين. إسباير اتوقع يعني تبعد من الشمام 16 كيلو. ان شاء الله. انا طبعا ما داير انشغل عن القيادة، لكن ان شاء الله بنصل بالسلام ان شاء الله باذن الله تعالى. طبعا حديقة إسباير يعني غنية عن التعريف. هي يعني open space، فيها مساحات خضراء كبيرة شاسعة، فيها منطقة للألعاب للأطفال، وفيها يعني مسجد، ويعني فيها تراك أو أكثر من تراك حقيقة، يعني رياضيات للجري والتمشي، وفيها تراك أكيد أو مسار للدراجات الهوائية. يا سلام. الأروع والأجمل في الجو طبعا ما شاء الله الطريق ذاته وسلاسل القيادة، يعني بصراحة يستفز مشاعرك أنت كشخص كريسنج ولا أكيد يعني ما شاء الله تبارك الله. شوارع نظيفة، شوارع معبدة تعبيد، يعني بإخلاص تحس العمل أنت بالسوق يعني. فالجو أكيد الأجواء والسكون تكمل جمالية وروعة المشهد الجميل إن شاء الله تعالى. إن شاء الله متوجهين لإسباير بإذن الله. مساجد الجميل طبعا قطر من أكثر الدول اللي فيها مساجد جميلة كما شايفين. إن شاء الله تبارك الله. إن شاء الله إلى إسباير زي ما نوضح إسباير واصلين لحد ما نصل هناك. نفترش المكان، نختار مكان جميل لأنه بيكون المكان مزدحم. الليلة يوم السبت طبعا يعتبر يعني نهاية الويكند في دخول ليوم جديد، فمترقب أو متوقع إنه يكون في زحمة كبيرة من العوائل، كل الأصحاب اللي بيحاولوا يشاركوا بعض لحظات جميلة ومتعة هذا الشهر الكريم العظيم. نسأل الله إنه يتقبل مننا دائما كل ما تلقى فرصة في هذه الأيام الأواخر إنك تدعي ربنا سبحانه وتعالى. في إنسان شايف معي الحاجة ديك اسمه برج الشعلة، ده طبعا قريب من إسباير أو على مغربه وجنب المدينة الرياضية، ويعني معروف يعني إسباير هو يعني عبارة عن مدينة تعليمية رياضية ومدرسة كبيرة كان درب فيها كثير من المدربين، من ضمنهم كان تشافي إرنانديز اسمه صعب شوية، وكثير يعني من المدربين وكذا، وخرجت كثير من اللاعبين اللي بيشوفوا يعني أو أكاديمية إسباير عفوا اللي
خرجت كثير من اللاعبين المنتخب القطري حامل للقب كأس آسيا 3 مرات ما شاء الله تبارك الله. ويعني فيها استاد خليفة أو أولمبيك ما إليه يعني. استمتع إن شاء الله. أصبحنا على مغرباء من إسباير. شوف برج الشغلة. من أكثر الأماكن المحببة لي أنا. تذكروا الفيديو بتاع منتزه الغور زي ما كلمتكم. ده استاد خليفة استاد الأولمبي، استضاف ألعاب أولمبية كثيرة جدا. دي الوعب طبعا تسمى مدينة الوعب. ومن الناحية الشمالية في مدينة مريخ شعبية خليفة. من الناحية الغربية إن شاء الله بنغطيها في تغطية خاصة بإذن الله تعالى. صعب الاشياء انك تصور وانت قائد بيخاطر يعني امتلاك او يعني سلامتنا حقيقة قبل ما نكون قواعد التزام قواعد المرور. فان شاء الله دعمونا يا اخي بسبسكرايب، اشتراك في القناة، بلايك. زي ما كلمتكم أكاديمية إسباير وكل المسابح صالات أتوقع دي مبنية على تراس أوروبي زي ما شايفين. كان جميل جدا جدا. تراس أوروبي كان الله يكون. طبعا دي زي ما قلت اسمها مدينة الوعب، برضو من المدن الهادئة والمحظوظين جدا بأنه هم مجاورين لمنطقة إسباير أو إسباير زون. إن شاء الله حناخد يسار شايفين الإشارة ولا بد من الإشارة بإذن الله تعالى. شوية ركز مع السيارة. يا سلام، شايفين. طبعا من أصعب الحاجات اختيار المكان، إنك تلقى لك مكان هادئ كده ويكون مناسب جدا يعني. خصوصا إنه الليلة جاي مع ودي فتح طبعا الكبوت مرة ثانية. نفس التحيات. وإن شاء الله حنمشي للمدفع برضو. في مدفع هنا لازم إن شاء الله نشارككم هذه اللحظات الجميلة. ودي من الأماكن التيك أواي حق الكار. فيها كافيهات وعليها يعني. شوف لنا مكان جميل نوقف فيه السيارة إن شاء الله. ونكون من المحظوظين في نلقى لنا مكان. شايف لي غاية مكان. لكن ونقول الحمد لله على السلامة. وصلنا إسباير زون. خلفي طبعا الشعلة. كانت من أصعب المهمات والحمد لله تمت بنجاح، هي إنه نلقى لنا مكان. افترشنا المحل هنا إن شاء الله. حتة جميلة جنب الشجرتين ديل زي ما شايفين.
جمال وروعة المكان. وده التراك اللي تكلمت عنه بتاع التمشي أو الجري. ده برج الشعلة. طبعا إن شاء الله بعد تغيم الشمس له جمال وروعة خاصة. بحاول إنه يا سلام الإنارة مدية سجل جمال سباير. طبعا غنية عن التعريف. منطقة جميلة رياضية، استنشاق هواء نقي، تجمع مع الأسرة والأصدقاء، مشاركة اللحظات الجميلة وما عليه يعني. دي منطقة الألعاب اللي تكلمت عنها، وفي أكثر من منطقة ألعاب حق الأطفال. يا سلام أكشاك اللي هي الكناتين الصغيرة، البغالات فيها بعض الاحتياجات البسيطة. كثير من الناس هنا موجودين شاركوا الأماكن. طيب بيستمر معاكم الفيديو إن شاء الله، وتابعونا بإذن الله تعالى. تحية. رجعت دوري اللعبة. الله يحفظك إن شاء الله. وداير أحاول أوصل للمدفع. طبعا ما بين خيارين إنه أفطر هنا، لكن عشان خاطركم حمشي المدفع وشارككم هذه اللحظات الجميلة. بعدين ألعب لازم النظافة بتاعت المحل، وهذه من الحاجات اللي بنوصي إليها كل الناس الرواد أو اللي بيلاقوا أماكن مكان جميل بالروعة ده. يعني صراحة الواحد يعني يخجل إنه يرمي فيه بعض الأوساخ والنفايات، ودي وصية جميلة. وأكيد أنتم قادرين إنكم تكونوا على قدر المسؤولية، لأن المكان صراحة جميل، وبنكتشف أكثر وأكثر إن شاء الله في هذا في جاي بإذن الله تعالى. إن شاء الله متوجهين لمشاركتكم اللحظة والاستمتاع في مدفع الإفطار عاملينه هنا. نشكر كل القائمين على هذا العمل في إنه أتاحوا لنا فرصة يكون في بعض اللحظات الجميلة وبعض يعني اللمسات الأروع في إنه يكون في مدفع رمضان هنا. وأتوقع في يكون أكثر من 8 أماكن فيها المدفع. أتوقع سوق واقف وسوق الوكرة، المينا القديم، لوسيل، وكثير من الأماكن الأخرى. يعني زي ما شايفين الرياضات المفتوحة كثير جدا من الصالات المفتوحة. وده أو هذا هو مكان أو ملعب صغير، احنا في السودان بنسميه خماسيات، بس ما أعرف هنا بيطلقوا عليه شنو، بس هي صالة للكرة الشاطئية والرملية أتوقع. مكان جميل جدا زي ما احنا شايفين. وأجمل ما فيه إنه فيه كثير من العائلة. أتوقع أنا وصلت مكان المدفع، يتم تجهيزه الآن. تعمل عسكرية ما شايفين، كمية كبيرة من الناس وايدة. تعالوا أتوقع في كثير من الدول العربية موجودة. كمية كبيرة من الحوائج والناس تتكلم عليها ما شاء الله. إن شاء الله تشاهد في بيطلعوا
لحظة إطلاق إن شاء الله. ادفع إفطار لازم يزامن الأذان. الآن الساعة 58 دقيقة 48 عفوا. طبعا انا عشان خاطر عيونكم لحد الان اعتبر صايم ولا زانزن، لكن ما فيها اي شيء يا سلام. نرجع للمكان ونرجع للعيون ان شاء الله. مكان الافطار هنا. الناس طبعا دي الاوقات ما في انسان بيلتفت فيها لانسان. ان شاء الله مستمتعين ما شاء الله تبارك الله. أنا علي مسافة ما بعيدة إن شاء الله بصل. ولا من تجي إسباير لازم تزور فيلاجو. يا سلام. بس خلي بالك إنه ما تصور العوائل، لأنه يبلغ القانون حتى العرف ما صح. هذه هي فيلاجو. ده المدخل. شوف ده فيلاجو في رمضان واجوائها. ده كارفور طبعا غني عن التعريف. سلسلة مولات كارفور أماكن العقود. يا رب. مستمتعين. مكان كبير جدا فيه كل المتطلبات اللي ممكن تتخيلها موجودة فيه. أماكن أساسات، صيدليات، مولات، منطقة ألعاب، سينما، كل شيء، جوالات، عطارات. وفيه حاجة جميلة حوريكم لها، بحيرة وبركة الصناعية طبعا. وفيه السقف السحابي طبعا برضو، والزهور. أماكن النظارات أو الأوبتيكالز، الحلا، كافيهات بأنواع طبعا. أتوقع دي بوابة حتى ولا جايين. ومستمرين إن شاء الله. يا سلام. يلا دي ما الحقيقة. ده سقف سبحان الله ما شاء الله والله. يعني لك أن تتخيل سحب حقيقية كده. بس ده السقف السحابي اللي بيمتاز فيه فيلاجو زي ما كلمتكم. وبالتأكيد موجودة. مبارك عليكم الشهر الكريم. مكان أساور وغيرها من الأماكن. إن شاء الله حنختم يومنا هنا في فيلاجو. بالتأكيد أكيد أماكن التويس أو لعبة الأطفال موجودة برضو. ودي البحيرة الصناعية زي ما كلمتكم عنها إن شاء الله، واللي بتمتاز بها فيلاجو بالتأكيد.
زي ما شايفين البحيرة على امتداد طبعا، وفيها بعض الزوارق الخشبية اللي بتحاكي البندقية أو من إسبانيا أو إيطاليا. هذا الطراز ممكن حتى الناس اللي يشتغلوا عليها لبسهم مشابه. لكم أن تتخيلوا روعة جمال هذا المكان. يا سلام، مستمرين معكم إن شاء الله، وأكيد حنجرب القوارب المذكرة. معانا دودي متحمس ولا ما متحمس يا دودي؟ متحمس؟ يلا متحمس إن شاء الله. حناخد تجربة زي ديك. يا سلام، شكل المياه صراحة. نجرب التجربة دي يا دودي. الله يحفظك يا رب. نشوف التجربة وإن شاء الله مستمرين بإذن الله تعالى. إحنا الآن داخل الغالب. يا سلام، تجربة الغارب جميلة يا تجربة جميلة ممتعة في رمضان. يا سلام، رايق برا وبحرا. المد عالي. يا سلام، تجربة جميلة. ترين ها القطر ها. المدفع. يا سلام على الأمواج. طبعا عودي تعب. تجربة جميلة والله. الله يدعوكم يا أخي. هي ما إعلان لكن دعوة إنه تقضوا أيام جميلة في الثلاجة يا أخي. ما تحرموا نفسكم لما تجوا الثلاجة. زي السودان اليوم مشكل حضور عريق والله يا جماعة. الشيء اللي ممكن ما تتوقعوه إنه سعره يعني تشيب رخيص جدا لمتعة يعني جميلة والله. بتعدي اليوم ومزاجك. سعره 10 ريال أعتقد، وحاجة جميلة والله. أدعوكم. في جسر فتناه أكيد، وعودي من الفرحة ما قادر يقول حتى واحد. تجربة جميلة، تجربة رائعة. احنا في طريق العودة إلى المرسى، مراسي الشوق. عندنا أغنية في السودان اسمها مراسي الشوق. الناس دي قال مشهور. ده حق المتابعين والغنم، ما حقكم انتم. احنا خلاص على اعتاب الوصول الى المرسى، وكانت رحله جميله استغرقت 10 دقائق او اقل. تجربه حلوه وان شاء الله ترجع عودتنا الى البيت والى مدينه الوطن. نودي هذا المكان الجديد ان شاء الله. بنشوفكم في سانحة جاي وفي فيديو جاي ان شاء الله. ما تنسوا الاشتراك والاعجاب والتعليق، ودعمونا بكل شيء والشير. شكرا.
شكرا جزيلا، ودمتم في امان الله وحفظه ورعايته. السلام عليكم.